في الفيديو ده هنعمل مع بعض توزيعات للعيد بأفكار كتير. يلا بينا نشوف هنعملهم ازاي. قبل ما نبدأ أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة علشان نوصل مع بعض ل1000 مشترك بإذن الله، وما تنسوش تعملوا شير ولايك علشان الفيديو يوصل لناس تانية كتير. كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب. التوزيعة دي جميلة وبسيطة قوي وسهل تعملوا منها كميات. هنحتاج أكياس، أنا استخدمت أكياس سلوفان اللي بيكون فيها لزق دي، ممكن تستخدموا أي أكياس وتربطوها عادي. هنملى الكيس فشار، بعدين هشيل اللزق اللي في الكيس وهلزقه. والخطوة بقى اللي هتخليها جميلة هنلزق عليها من فوق ستيكرز الخروف ده، أنا لزقته بدبل فيس على الكيس. أنا طبعت الشكلين دول من الخروف، بيكون في أشكال تانية كتير، اطبعوا اللي يعجبكم. وبس كده بقت جاهزة، شكلهم سهل وجميل ومش هياخد وقت خالص. التوزيعات دي مبهجة وكيوت قوي، هتعجبكم. أول حاجة هنختار الصور اللي احنا حابينها من برنامج بنترست وهنطبعهم على ورق تقيل، كل صورتين في ورق A4. هسيب لكم كل الصور اللي أنا استخدمتها في الكومنتات. بعد كده هفرغ الصور بالمقص ده، كده شكلهم بعد ما فرغتهم. هنحتاج بقى غطا الكوبايات البلاستيك ده، وهنحط التوزيعات في الغطا. حطوا التوزيعات اللي انتوا تحبوها. بعد كده هنحط شمع على حرف الغطا وهلزقه على الورقة بالشكل ده، وهعمل كده في الباقي. هحط التوزيعات وهلزقهم بنفس الطريقة. كده ده شكلهم بعد ما خلصوا. ممكن تسيبوهم كده وممكن تضيفوا عليهم ستيكرز، هيبقوا حلوين جدا برضه. وبس كده خلصنا، شكلهم حلو ومبهج جدا، جربوهم هيعجبوكوا قوي. الفكرة دي حلوة قوي ولذيذة لتقديم العيدية. أول حاجة طبعت الورقة دي، هسيبها لكم في الكومنتات. بعد كده هفرغها بالمقص. هنحتاج بقى شاليمو وهقصه مقاس 3 سنتي. بعد كده هجيب عصيان ايس كريم، ممكن تستخدموا السادة او الملونة، اي حاجة متوفرة. هلزق واحدة ستيكر على العصاية وتحتها واحدة من الشاليمو، وهنجيب بقى العيدية وهنلفها رول رفيع قوي، وهندخلها جوه الشاليمو كده. هعمل بقى نفس الخطوات في التانيين. كده بعد ما خلصوا ممكن تسيبوهم كده وممكن تحطوا لهم اضافات بسيطة. وبس كده ده شكلهم جديد ومبهج قوي، جربوا الطريقة دي هتعجبكم. التوزيعة دي حلوة قوي وتنفع في مناسبات كتير. هنجيب كوباية ورق وجبت كمان كيس سلوفان، هحط شمع على حرف الكوباية من جوه وهلزق عليها الكيس، وهكمل لزق لحد ما نخلص حرف الكوباية كلها. بعد كده حطوا التوزيعات اللي انتوا تحبوها، وهجيب بقى شريط ستان واربط بيه الكيس وهعمله فيونكة كده، وممكن تربطه بخيط برضو. هقص بقى الزيادة بتاعت الكيس دي، اخر حاجة هلزق الاستيكر ده في النص كده.
وبس كده بقت جاهزة، شكلها جميل ومبهج قوي. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد هعمله بإذن الله. وكل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب.